أحمد الفيشاوي نجم كبير شارب الموهبة. أحمد الفيشاوي عن فيلم ولاد رزق. بعمل كذا شغلانة، يعني بغني راب وبخرج وبنتج وبمثل، وكل دور بيعمله بيقفل الباب وراه، وصعب إنك تتخيل حد مكانه أبداً، بس عاشق للمشاكل. حاجة ندمت إن أنت عملتها. حاجة كل يومين يطلع لنا بمشكلة جديدة وابن جديد كمان. أحمد الفيشاوي بلا شك هو واحد من أفضل ممثلين جيله، لا وكمان بدأ بدايات قوية جدا، أولهم كده بسم الله الرحمن الرحيم سنة 2000 مسلسل وجه القمر، لا ومع مين؟ مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمام. وبعدها بسنة ظهر في مسلسل حديث الصباح والمساء لقصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، والسنة اللي بعدها شارك في فيلم شباب على الهوا، ومن هنا بدأت تتوالى عليه أعمال التلفزيون والسينما. كمان الفيشاوي له تجارب في الغنى وتقديم البرامج. تخيلوا يا جماعة إن أحمد الفيشاوي في يوم من الأيام كان بيقدم برنامج ديني، والله كان بيقدم برنامج ديني، ومع مين كمان؟ مع أحمد الشقير. انا قبل الرحله دي انا كنت متفائل خير في الرحله دي قوي، عشان اقابل الشيخ حمزه وهيبقى روحانيتنا هتعلى. في بدايات الألفينات اتفاجئنا إن أحمد الفيشاوي بيقدم برنامج ديني مع أحمد الشقير، وقتها الناس كلها اتأثرت بكلامه، وكمان الشباب كانوا شايفين فيه قدوة، ويمكن ده هو السبب إن بعض الناس مصدومة في فيشاوي دلوقتي. أما من أشهر أعماله واللي عرفتنا إننا عندنا ممثل كوميدي قوي جدا اسمه أحمد الفيشاوي، مسلسل تامر وشوقية مع مي كساب. وخلوني أقول لكم إن مسلسل تامر وشوقية ده كان من أوائل وأنجح مسلسلات السيت كوم في مصر، الناس كلها كانت بتحب المسلسل وبيستنوه، واتعمل منه أجزاء كمان. خفة دم الفيشاوي مع خفة دم مي كساب مع فرق الطبقات ما بينهم في المسلسل كانت عاملة جو حلو جدا. وخلوني أقول لكم إن المسلسل ده كان بداية ظهور الفنان أحمد مكي، وكان بداية ظهوره بشخصية هيثم اللي الناس حبته فيها. المسلسل كان كل كام حلقة يجيب لك ضيف جديد، ودي حاجة كانت جديدة على مسلسلاتنا وقتها، وشفنا ساعتها إن موهبة الفيشاوي بتعدي كل الحدود. الحقيقة إن موهبته لو قعدنا نحكي عنها سنين مش هتكفي، لا بجد عظمة مش ممكنة. ولو أي حد حابب يتأكد إننا عندنا ممثل كبير وعظيم اسمه أحمد الفيشاوي، يتفرج فوراً على مسلسل بدون ذكر أسماء. كفاية بس أقول لكم إن المسلسل ده إخراج تامر محسن، أو تروح تتفرجوا مثلاً على فيلم 45 يوم. في وجهة نظري ده واحد من أقوى أعمال أحمد الفيشاوي. الدور كان صعب وأداه بطريقة محدش يقدر يعملها زيه أبداً، ودي من المرات اللي الفيشاوي تفوق فيها على نفسه. الفيشاوي ورغم موهبته الكبيرة إلا إن الناس دايماً بيقولوا عليه إنه عدو نفسه، وده لأنك هتسمع عن حياته الشخصية وترنداته أكتر من أعماله الفنية. فكلنا عارفين إنه اتعرض لقضية نسب كبيرة لإثبات نسب بنته لينا، وأنكر في البداية الفيشاوي نسب بنته لينا، أنكر يعني، وبعد كتير قوي المحكمة أثبتت فعلا إنها بنته واعترف بيها. لا هو مش بس كده، لينا بقت حبيبة أبوها، بيتصور معاها ويتكلم عنها في كل البرامج. وكمان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي كان روحه فيها، وعلاقة لينا بأحمد الفيشاوي فضلت سنين زي الفل، وفجأة اتقطعت وبقى في خلافات وعداوات. واتفاجئنا كلنا من سنة وشوية بأحمد الفيشاوي منزل صورة لطفل وكاتب ابني بقى أقوى وكسب بطولة. ابنك مين وإيه قصة الولد ده يا فيشاوي؟ تعالوا أحكي لكم. القصة بدأت سنة 2020 لما واحدة ألمانية أعلنت إنها كانت مرات الفيشاوي في يوم من الأيام، وإنها عندها منه ولد اسمه تيتوس. في نفس الوقت اللي هند الحناوي طليقة أحمد الفيشاوي وأم بنته لينا قالت إن الست الألمانية دي كلمتها وطلبت منها تعرفها إزاي ترفع قضية نسب على أحمد، واتفقوا مع بعض. كنت عايزة أتواصل معاها على أساس إن الطفل اللي جاي ده أخو أو أخت بنتي، بس هي ما ردتش. وبعدين من سنة ظهرت بعتت لي على الانستجرام وقالت لي أنا أحب إن الإخوات يتعرفوا على بعض. وابتدت لينا تتصور مع الولد وتنزل صورهم مع بعض وتكتب على الصور أخويا حبيبي. وفجأة ومن غير الإعلان على أي تفاصيل بقى أحمد الفيشاوي بيتصور مع الولد ومامته الألمانية بشكل كبير جدا، تقريبا بمعدل كل يومين صورة. وده طبعا اعتراف واضح وصريح منه إن الولد ده ابنه فعلا. وخلوني أقول لكم إن الفيشاوي بياخد الولد ده معاه في كل مكان، حتى لوكيشن التصوير. والحقيقة إحنا ما نعرفش هو رجع اتجوز تاني أم ابنه ولا لا، بس هي موجودة معاه في كل مكان. لكن المشاكل بين الفيشاوي وطليقته هند ما انتهتش، وفضلت طول الوقت بترفع عليه قواضي نافعة، واتحكم على الفيشاوي بالسجن واتلغى حكم السجن. وفيشاوي يطلب ان لينا تعيش معاه، خصوصا ان سنها القانوني يسمح، ثم لينا ترفض تعيش مع ابوها. ومن هنا ابتدت العلاقة تتوتر بين احمد وبنته لينا، وحاليا علاقتهم ببعض مش احسن حاجة، ما بقاش بيتكلم عنها في البرامج ولا حتى بيتصور معاها، وكل تركيز احمد دلوقتي مع ابنه تيتوس. شايفين بقى مشاكل الفيشاوي مع اولاده دي؟ ولا حاجة كان بالترندات اللي بيعملها كل شوية والانتقادات اللي بيتعرض لها كل يومين. اول حاجة بسبب كم التاتو الكبير اللي مغطي بيه جسمه، واللي قلب الدنيا لما راح يعمل بيه عمره والناس كلها هجمته. طب يا جماعة ما احنا عارفين انه ما ينفعش يشيل؟ لا هم عارفين وبرضه بينتقدوه. وتاني حاجة بسبب صوره الجريئة مع الفنانات او حتى مع زوجته السابقة، ده غير تصريحات انه بيحب شيرين رضا وانها رفضت تتجوزه. ليه رفضت شيرين رضا الجواز من احمد الفيشاوي؟ علشان هي ما بتحبنيش وانت بتحبها؟ انا احبها قوي واموت فيها.
ومع كل اللي بيحصل ده الفيشاوي بيغلط نفس الغلطة، وما بيختارش الأعمال اللي الجمهور مستنيها منه، أو خلينا نقول من موهبة بحجم الفيشاوي، موهبة ما يختلفش عليها اتنين. ده كفاية بس دوره في فيلم 45 يوم يا جماعة. الفيشاوي الحقيقة محتاج توظيف لأعمال مهمة، لأنه وش حقيقي وبنحبه وبيحبنا، ده غير إنه ممثل شاطر جدا. وفي إطار هدم الثوابت خليني أقول لكم إن أحمد الفيشاوي عنده موهبة وكرياتيفيتي أكتر من أحمد مكي بشويتين 3، ولولا دماغه اللي مسوحاه ومودياه في داهية كان زمانه دلوقتي في حتة تانية خالص. وفي بقى نسخة جميلة من أحمد الفيشاوي في فيلم هاتولي راجل، كلها موهبة وتمكن وحيوية، حاجة كده زي كريستيانو رونالدو وميسي في الكورة، ده إن نفع التشبيه يعني. هاي علي، ازيك؟ على فكرة انبسطت ان انا شفتك النهارده. فاضي بكرة نشرب قهوة في حتة؟ أنا كل ما أشوف الفيلم ده بقف قدام موهبة الفيشاوي الكبيرة. الشخصية مش سهلة أبداً، ومن كتر ما أحمد الفيشاوي قدم أداء عبقري وبمنتهى السلاسة الناس ممكن تكون فكرتها شخصية سهلة، وهي شخصية صعبة ومعقدة جداً. من الآخر الفيشاوي قدم السهل الممتنع، أداء كده لما تشوفه تحس إنه أداء مذهل، حالة توحد كامل مع الشخصية، والأهم إنه حقيقي وواقعي. يعني الانفعالات اللي قدمها راكبة تماماً على الشخصية، وإنت كمشاهد وإنت قاعد بتتفرج مصدق مشاعره والجرح اللي حصل له وبراءته. كل وأي موقف درامي عدى عليه في الفيلم أنت بتكون مصدق. ده غير توظيف الأداء الحركي مع حركة الجسم، وتوظيف مبهر لملامح الوش على مقاس الشخصية تماماً. وصوت الفيشاوي في المسلسل ده كان بدون أفورة أو انفعالات، وبرضه كان راكب على الشخصية جداً. وما ينفعش نكون بنتكلم عن أحمد الفيشاوي وما نتكلمش عن حبه الشديد وبره بأهله. أحمد لحد النهاردة لازم كل فترة وفترة ينزل صورة مع والده فاروق الفيشاوي ويترحم عليه ويكتب قد إيه هو كان أب عظيم وقد إيه هو بيحبه. ولازم كل أسبوع يكون عند مامته سمية الألفي ويزورها ويبرها ويبث حبه ليها ده على السوشيال ميديا. من الآخر يعني أحمد الفيشاوي ابن بر جدا بأهله. ده غير طبعا زي ما قلنا لكم إنه فنان موهوب. لا، هو فنان موهوب جدا، وأتمنى من كل قلبي إنه يستغل إمكانياته بشكل مناسب، لأن إمكانياته كممثل كبيرة جدا، ويمكن ده مش موجود عندنا إلا قليل يعني. بس أتمنى إن أي حد متخصص يدير موهبة الفيشاوي، والأهم أتمنى إن موهبته تستغل بشكل كويس، لأن حتى الأعمال اللي قدمها في آخر كام سنة هي ما تلاقش بموهبة بحجم الفيشاوي. يعني عمل أعمال كتير ومنهم من إنتاجه زي أفلامه عادل مش عادل مثلا، ومع ذلك الأفلام دي ما نجحتش ومحققتش نجاح يذكر أصلا. ويمكن الفيشاوي ظهر في العروض الخاصة في الأفلام دي بشكل ضايق الجمهور منه كمان. وآخر حاجة بيعملها الفيشاوي دلوقتي هو مسلسل سفاح التجمع، وأملنا كبير إن الفيشاوي يخرج طاقته كلها في المسلسل ده ونشوفه بشكل مختلف وجديد. قولوا لنا في الكومنتس إيه أكتر حاجة بتحبوها في أحمد الفيشاوي، وإيه أكتر عمل فني بتحبوه له، واستنونا الحلقة الجاية وحكاية جديدة في الريد كاربت.